أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد. صباح الخير على كل الناس اللي في المجال وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. إيه الأخبار؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. بيقول لك managing your manager، يعني إيه؟ إزاي تدير مديرك؟ إزاي تدير مديرك؟ طيب، أول حاجة هو من مديري؟ يعني أول سؤال هو من مديري؟ قال لك مديرك هو المدير المباشر ليك. يعني لو أنت مثلا شغال في فندق، أنت كابتن أو سينيور كابتن، من مديرك الام دي، مش الاف ام بي، مش الفود اند بافرج مانجر، مش مدير اغذيه والمشروبات. لا، مديرك المباشر هو المدير المباشر ليك اللي انت بترفع له تقاريرك. طيب، قال لك ايه اهميه مديرك في حياتك او في عملك؟ يعني المدير اهميته بتكمن بانه بيوجهك، بيعلمك، بيسند اليك المهام، هو اللي بيقيم ادائك، هو اللي بيقيم شغلك. فوجوده في مجال عملك وجود مهم. يعني هو في مجال عملك مهم، وبالنسبه لك هو شخص مهم. طيب، قال لك ازاي تتعامل معاه؟ اول حاجه لازم تفهم طبيعه شخصيه مديرك. طبيعه شخصيه مديرك يعني ايه؟ ايه الحاجات اللي هو بيركز عليها؟ بمعنى ان المطلوب منك انك انت تقوم بالمهام. هل هو تاسك مانجر؟ يعني هو يهمه المهام اللي بيسندها اليك تتم في الوقت المظبوط؟ يبقى لازم اكون انا حريص على ده. اول حاجه لازم تفهم طبيعه مديرك، طبيعه شخصيه مديرك. تاني حاجه ايه البريورتيز بالنسبه له، ايه الاولويات. يعني في مدير الاولويه عنده لما يبعت لك ايميل لازم ترد عليه اون ذا سبوت، في لحظتها او بسرعه. ما تستناش المدير ده، ما تستناش معاه انك انت تقول له والله استنى لحد ما هو يسالك انا بعت لك ايميل ما ردتش عليه ليه. لا، يبقى انت على طول هو في ريسبونس بشكل سريع، لان ده ممكن يكون عنده الايميل ده ورد عليه في وقت مهم او في وقت قصير، في وقت قياسي. ده حاجه مهمه جدا بالنسبه له. وفي مدير تاني يهتم ان هو ايه، يقول لك على التاسك تخلصه بشكل مظبوط، مش مهم تخلصه امتى. يبقى لازم برضه تتفهم طبيعه مديرك ده، وتتفهم ايه الاولويات بالنسبه له، البريورتيز بالنسبه له ايه. هل ده او ده مختلف عن ده، الشخص ده مختلف عن الشخص ده. طيب، قال لك دايما ما تحطش بين مديرك عوائق. يعني زي العوائق، قال لك ريموف ذا بالكس، ريموف ذا ستون بالكس فروم ذا رود، يعني شيل الحجاره اللي بينك وبين مديرك. يعني ايه؟ لو انت في بينك وبينه اي حاجه مس اندرستاندينج، سوء تفاهم، وعايز تتكلم معاه، قال لك مع 2 فنجان قهوه كده، وراجل الكاتب قال كده، مع 2 فنجان قهوه تقعد وتخلص الامور معاه. والله كذا كذا كذا، ما دايما ما يبقاش في بينك وبينه بايرز، ما فيش بينك وبينه عوائق. لان زي ما قلنا في الاول، ده هينعكس عليك انت، هينعكس على ادائك، هينعكس على تقييمه ليك وتقييمه لعملك. يبقى انت لازم دايما تزيل العوائق بينك وبين مديرك. وكمان ما تبقاش في جاب بينك وبينه، ما تخليش بينك وبينه جابس، ما تخليش بينك وبينه فراغات. يعني ما يبقاش انت تتعامل معاه دايركت. عايز تتكلم معاه على طول، تتكلم معاه في حاجه على طول دايركت. واخد بالك ازاي؟ طيب، في كمان رابع حاجه مهمه قوي انك انت تعرفها، انه مديرك دايما شايف الامور من وجهه نظره هو. يعني انت دايما تقول ايه، او احنا دايما نقول ايه، احنا كلنا مديرين وكلنا مرؤوسين. دايما تقول ايه، المدير مش شايف شغلي، هو مش شايف شغلي، مش مقدر اللي انا بعمله. لا، هو مقدر كويس قوي، لانه هو مر بالمرحله اللي انت فيها. تقول مديري دايما ما بيمدنيش بالمعلومات. فانت ايه، ستوب بليمينج ذا اذرز، يعني بطل تلوم الاخرين، بالذات مديرك ما تلوموش، لان هو شايف كويس قوي. هو بيقول لك ايه، وعارف كويس قوي المهام اللي بيسندها اليك، لانه هو مر بالمرحله دي، كانت بالنسبه له مرحله انتقاليه. يبقى احنا بنتكلم عن انك انت تفهم طبيعه مديرك، تفهم شخصيه مديرك، تفهم نفسيته، تفهم المهام المطلوبه منك وتأديها ازاي. وكمان ما يبقاش بينك وبينه جابس، ريموف اي جابس بينك وبينه، او اي ستون زي ما قلنا، اي حجاره في الطريق، بحيث انها ما تعوقش مسيره عملك. حاجه مهمه جدا كمان انك انت لازم تبقى فاهم انه في الاخر احنا يهمنا مصلحه العمل. يعني زي ما بقول كده، دونت تيك ات بيرسونال، ما تاخدش الامور بشكل شخصي. ما تاخدش الامور بشكل شخصي، تقول لي يعني انا تعبان، انا كذا، انا كذا. لا، دايما حاول تشتغل، وزي ما قلنا قبل كده، حاول دايما تكون سابق بخطوه، انجز المهام المطلوبه منك. ولما يكون مطلوب منك اشياء كثيره، اعمل لها ايه، سكادول. يعني قول له والله يا فندم انا هخلص دي في الوقت الكذا، واقدر اخلص دي امتى، واقدر اخلص دي امتى، بحيث ان انت دونت اوفر بروميسنج. يعني ما تعملش ايه وعود زياده وتلاقي نفسك في الاخر انت يعني زي ما بيقولوا كده ايه، اتدبست في المهام. وقت انا نفسي بتحصل معايا دي، يطلب مني مهام، فالواحد يقع في موقف الخجل، انك تقول لمديرك لا انا مش هقدر اخلص دي بكره، او مش هقدر اخلصها بعد بكره. لا، تخجل انك تقول له كده، بس لازم انك انت ما تخجلش. قول له والله يا فندم انا هقدر اخلص دي، بس في خلال مده زمنيه كذا. ليه؟ عشان يبقى انت يعني يور كوميت از كوميتمنت.
كوميتمنت، يعني لما تدي وعود يبقى انت تقطع على نفسك وعود، يبقى انت لازم تخلصها بشكل مظبوط. ده اختصار النهارده، انت ازاي تتعامل مع مديرك، ودي بيسموها هاو تو مانج يور مانجر. حاجه مهمه جدا كمان اخيره حابب اقولها، لما تحب تدي فيدباك لمديرك تخير الوقت المناسب، لان هو اوقات بيكون مشغول ودماغه مشغوله بحاجات كتيره قوي، وانت داخل تحكي له على موضوع هو مش مستعد ذهنيا ان هو يستقبله. فانت لازم تساله حضرتك فاضي يا فندم نقعد نناقش في موضوع كذا، او حضرتك فاضي نقعد كذا، او امتى حضرتك تبقى فاضي نقعد مع بعض كذا كذا. فاهم ازاي؟ فانت لازم تتخيل الوقت المناسب بالنسبه له هو، مش بالنسبه لك انت. قد انت متخيل ان هو قاعد ما بيعملش حاجه، بينما هو مثلا بيفكر في موضوع او في مشروع بيعمله، او منتظر فون كول مثلا مهم. واخد بالك ازاي؟ دي كلها حاجات يا جماعه بتاثر علينا، كلنا مديرين وكلنا مرؤوسين زي ما قلنا، كلنا بنتعامل مع ناس في درجه وظيفيه اقل مننا ودرجه وظيفيه اعلى مننا. فدايما نكون حريصين على الامور دي، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس كلها ان شاء الله. ونهار جميل. بلدنا جميله ازاي، بحب بلدنا قوي. شكرا، مع السلامه.